دراسة العمليات الجماعية. الباحث روبرت وود وزمايله عملوا دراسة ممتازة. المرة دي خلقوا مجموعات إدارية عبارة عن 30 مجموعة، كل مجموعة فيها 3 أشخاص، ونص المجموعات كان فيها 3 أشخاص بعقلية ثابتة، ونصهم كان فيها 3 أشخاص بعقلية متطورة. اللي عندهم عقلية ثابتة كانوا بيعتقدوا إن الناس عندها مستوى معين وثابت من القدرة الإدارية ومش هيقدروا يغيروا فيه كتير. وفي المقابل اللي عندهم عقلية متطورة كانوا بيعتقدوا إن الناس دايما قادرين يغيروا ويطوروا مهاراتهم الأساسية في إدارة الآخرين. يعني مجموعة كانت شايفة يا إما عندك مهارة يا إما لأ، والتانية شايفة إن المهارات ممكن تنمو مع التجربة. كل مجموعة كانت اشتغلت مع بعض كام أسبوع لما ادوهم المهمة، والمهمة المشتركة اللي كانوا واخدينها هي مهمة إدارية معقدة، كانوا بيشغلوا فيها شركة افتراضية للأساس. وفي المهمة دي الناس كانوا لازم يعرفوا يوزعوا العمال على الوظائف الصح وإزاي يحفزوهم عشان يوصلوا لأقصى إنتاجية. المرة دي بدل ما يشتغلوا لوحدهم كانوا يقدروا يناقشوا اختياراتهم والتعليقات اللي بياخدوها مع بعض، ويشتغلوا كفريق لتحسين قراراتهم. المجموعات اللي عندها عقلية ثابتة وعقلية متطورة بدأوا بنفس المستوى من القدرة، لكن مع الوقت المجموعات اللي عندها عقلية متطورة كانت بتتفوق بوضوح على المجموعات اللي عندها عقلية ثابتة، والفارق ده كان بيكبر كل ما المجموعات استمرت في العمل. مرة تانية اللي عندهم عقلية متطورة استفادوا من أخطائهم والتعليقات اللي تلقوها أكتر بكتير من الناس اللي عندها عقلية ثابتة. لكن اللي كان أكتر إثارة للاهتمام هو طريقة عمل المجموعات نفسها. أعضاء مجموعات العقلية المتطورة كانوا بيميلوا أكتر إن هم يقولوا آرائهم بصراحة ويعبروا عن خلافاتهم بشكل واضح، وهم بيتناقشوا في قراراتهم الإدارية، وكل واحد كان جزء من عملية التعلم. وفي المقابل مجموعة العقلية الثابتة مع قلقهم دايما مين اللي ذكي ومين اللي غبي، أو خوفهم من رفض أفكارهم، وجود المناقشة المفتوحة والمنتجة دي ما كانتش بتحصل خالص. هنتكلم عن تفكير المجموعة مقابل تفكيرنا إحنا. في أوائل السبعينات إيفرينج جانيس عرف مصطلح تفكير المجموعة ده لما كل الناس في المجموعة يبدأوا يفكروا بنفس الطريقة، محدش بيختلف، محدش بياخد موقف نقدي، ده ممكن يؤدي لقرارات كارثية. وزي ما دراسة وود بتوضح ده غالبا بيطلع من عقلية ثابتة. تفكير المجموعة دايما ممكن يحصل كمان لما المجموعة تغلط وتشوف نفسها أفضل من الواقع، ده بسبب شعورها بالعبقرية والتفوق. وفي شركة إنرون المدراء كانوا مقتنعين إن عشان هم عباقرة كل أفكارهم عبقرية، مستحيل حاجة تطلع غلط. كان في مستشار خارجي فضل يسأل موظفين شركة إنرون، فاكرين إحنا ممكن نكون معرضين للخطر فين؟ محدش عارف يجاوب، محدش حتى فهم السؤال. وقال لهم أحد المدراء الكبار إننا كنا فاكرين نفسنا محميين من أي خطأ. وألفريد بيسلون المدير التنفيذي السابق لشركة جنرال موتورز بيقدم لنا مثال معاكس. كان قائد مجموعة من صناع السياسات الكبار اللي شكلهم اتفقوا على قرار معين. قال لهم يا جماعة أنا فاهم إننا كلنا متفقين على القرار ده، بس أقترح نأجل مناقشته لحد الاجتماع الجاي علشان ندي نفسنا وقت نفكر في الاختلافات ويمكن نفهم الموضوع كويس. في طرق كتير بيخلق بيها العقل الثابت التفكير الجماعي، والقادة بيتشافوا كأنهم آلهة مش بتغلط. المجموعة بتستثمر نفسها بمواهب وقوة خاصة، والقادة عشان يعززوا غرورهم بيكبتوا أي رأي مخالف، والعمال كمان عشان ياخدوا رضا القائد بيقفوا ورا رأيه. عشان كده مهم جدا يكون عندنا عقلية متطورة لما ناخد قرارات مهمة. زي ما روبرت وود بين في دراسته
العقلية المتطورة لأنها بتخفف عن الناس أوهام القدرة الثابتة، وبتخلي النقاش صريح ومفتوح، وده بيحسن من جودة اتخاذ القرار. طب عندنا سؤال، هل القادة بيتولدوا ولا بيتعملوا؟ لما وارن بينيس قابل قادة عظماء قال كلهم نفس الكلام، القادة بيتعملوا مش بيتولدوا، والقائد بيصنع نفسه أكتر من أي حاجة خارجية ممكن تعمل ده. وبينيس وافق على الكلام ده وقال أنا مؤمن إن أي حد مهما كان سنه أو ظروفه قادر يحول نفسه ويطورها. مش معنى الكلام إن كل الناس هتبقى قادة، للأسف معظم المديرين وحتى المدراء التنفيذيين في الشركات بينتهوا وبيبقوا رؤساء بس مش قادة حقيقيين، لأنهم بيستخدموا السلطة بدل ما يغيروا نفسهم ويغيروا موظفينهم والمنظمة كلها. طيب ليه ده بيحصل؟ جون زينجر وجوزيف فولكمان وضحوا إن أغلب الناس لما بيبقوا مديرين لأول مرة بيعدوا بمرحلة تعلم كبيرة، وبياخدوا تدريب وتوجيه كتير، وبيكونوا منفتحين للأفكار، وبيفكروا كويس جدا في إزاي يعملوا شغلهم، وهم بيحبوا يتطوروا. لكن المشكلة بعد ما بيتعلموا الأساسيات بيوقفوا عن محاولة التحسين، يمكن يحسوا إن ده تعب زيادة أو مش شايفين التحسين هيوصلهم لفين، وبيكتفوا يعملوا شغلهم بدل ما يحولوا نفسهم لقادة حقيقيين. زي ما مورجان ماك بيقول كتير من المؤسسات بتؤمن بالموهبة الطبيعية ومش بتدور على الناس اللي عندهم القدرة على التطور، والمؤسسات دي مش بس بتفوت فرصة كبيرة للحصول على قادة محتملين، لكن إيمانهم بالموهبة الطبيعية ممكن فعليا يكبت الناس اللي هم شايفينهم موهوبين ويخليهم متعجرفين ومدافعين ومش بيتعلموا. والدرس هنا هو إيه؟ اخلق مؤسسة بتقدر تطوير القدرة وشوف القادة وهم بيظهروا. طور عقليتك. هل انت شغال في مكان عقلية الناس فيه ثابتة ولا مكان فيه عقلية متطورة؟ هل انت حاسس ان الناس بس بتحكم عليك ولا بتحاول تساعدك تتطور؟ يمكن تبدأ تخلي المكان يكون أكتر عقلية متطورة وتبدأ بنفسك. طيب هل في طرق تخلي فيها نفسك أقل دفاع عن أخطائك؟ طيب ممكن تستفيد أكتر من الملاحظات اللي بتجيلك؟ هل في طرق تقدر تعمل بيها تجارب تعلم لنفسك أكتر؟ طيب إزاي بتتصرف مع الناس في شغلك؟ هل أنت رئيس بعقلية ثابتة ومهتم بسلطتك أكتر من مصلحة موظفينك؟ هل عمرك استخدمت ضعف حد عشان تأكد مكانتك؟ هل عمرك حاولت تمنع موظفين شاطرين عشان بس بيهددوك؟ فكر في طرق تساعد موظفينك يتطوروا في شغلهم. ممكن تعمل تدريب عملي أو ورش عمل وجلسات توجيه. فكر إزاي تبدأ تشوف موظفينك وتتعامل معاهم كزمايل وفريق، مش بس موظفين تابعين ليك. اعمل قائمة بالاستراتيجيات وجربها حتى لو انت شايف نفسك رئيس بعقلية متطورة. الدعم المناسب والملاحظات اللي بتشجع على النمو عمرها ما بتضر. كمان لو انت مسؤول عن شركة بصلها من منظور العقلية. هل محتاجة انك تعمل زي روجير ستينر؟ فكر بجدية ازاي تقضي على النخبوية وتخلق ثقافة فحص النفس وتواصل مفتوح وفريق متعاون. اقرأ كتاب جير ستينر الممتاز اللي اسمه مين قال ان الفيلة مش بتعرف ترقص، عشان تشوف ازاي يتعامل كل ده. هل مكان شغلك بيشجع التفكير الجماعي السلبي؟ لو كده عملية اتخاذ القرار كلها في خطر. اخلق طرق تشجع وجهات النظر البديلة والنقد البناء. خلي حد يلعب دور المعارض ويطرح وجهة نظر، بس تكون وجهة نظر مختلفة عشان تشوف نقاط الضعف في موقفك. وخلي الناس تعمل مناقشات
بتعرض كل جوانب الموضوع. ممكن كمان تعمل صندوق اقتراحات مجهول بيشارك فيه كل الموظفين كجزء من عملية اتخاذ القرار. وافتكر إن الناس ممكن يكونوا مفكرين مستقلين وفي نفس الوقت أعضاء فريق. ساعدهم يلعبوا الدورين مع بعض. الفصل ده بيورينا إن القادة مش بيتولدوا عظماء، لكن بيتعملوا من خلال تطوير نفسهم واستثمار قدراتهم، وده مش بس لنفسهم لكن كمان لموظفينهم ولشركاتهم. القادة بعقلية التطور والنمو بيخلقوا بيئة مفتوحة للتعلم، وبيشجعوا التواصل الصريح، وبيقدروا يعرفوا قيمة فرقهم بدل ما يسيطروا عليهم. على العكس، القادة بعقلية ثابتة بيركزوا على سلطتهم ومكانتهم، وده بيولد ثقافة نخبوية ونقد محدود، وغالبا بيخلي القرارات كارثية. ومن أمثلة القادة الكبار زي جاك ويلش في جنرال إلكتريك ولوجير ستينر في IBM، والقادة في زيروكس، بتوضح إزاي القائد بيؤمن بالنمو والتطور والتعلم المستمر. القائد ده بيقدر يحول الشركات بالكامل ويحافظ على موظفينه ويخلق ثقافة نجاح حقيقية مستدامة. الدرس الأساسي للجميع: ركز على تطوير نفسك وبيئتك، وشجع التعلم، واعتبر كل موظف شريك في الرحلة عشان النجاح يكون حقيقي وشامل.